السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا حلوين. النهاردة وبسرعة أوي كده من غير مقدمات جاية أقول لكم أسرع جمعية ممكن تقبضها على العيد الكبير ب2000 جنيه. تمام. طيب هعملها ازاي؟ 20 جنيه كل يوم. طبعا اللي بتاع الفيديو ده للستات وللرجالة، يعني ممكن رب الأسرة نفسه يجيب لحمة للعيد، هخلي في ايدك يوم اللي واقفة بالليل 2000 جنيه. تمام. تقبضهم النهار بقى بالليل، يعني زي ما تقبضهم. تمام. وتيجي روح بيه تجيب بيهم اللحمة بتاعة العيد، او تفك زنقة، او تجيب حاجة للبيت. تمام. 2000 جنيه من 20 جنيه في اليوم. طيب يلا بينا كده. تمام. نشوفوا هنعمل الموضوع ده ازاي هيبقى معايا 2000 جنيه في العيد. طيب اول حاجة عايزين نصلوا على النبي، و ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل، وعايزه لايك حلو زي ما فيتكم تفيدوني. طيب 20 جنيه هعمل جمعية من 10 أفراد. طيب الجمعية مش هتتقبض في الشهر، هتتقبض كل 10 أيام. تمام. حلو كده. كل 10 أيام تتقبض كام بقى؟ 2000 جنيه. طبعا ال10 أفراد لما كل واحد فيهم 20 جنيه يدفعهم بس في اليوم. تمام. يعني كل 10 أيام كل فرد من 10 هيدفع كام؟ هيدفع 200 جنيه. على آخر ال10 أيام هيكون معانا كام بقى؟ تمام. الأول اتفضلوا الشاي. هيكون معانا 2000 جنيه. طيب الموضوع ده ممكن أعمله أدخل بنفر. ادخل بنفر، ادخل باتنين، ادخل بتلاتة، واقبضهم 3 ورا بعض براحتك. تمام. بس هل انت اخر ال10 أيام تقدر تدفع 600 جنيه؟ تمام. انا بفرجكم على الورد اللي بنوتي بتعمله. ماشي. او انت هل تقدر كل يوم تدفع في الجمعية 60 جنيه؟ طيب طبعا انت بما ان انت اللي هتمسك الجمعية فانت بتاخد الاول. خلاص. لو مثلا هتدفع 20 في اليوم، طب انا استطعت تدفع 40 في اليوم في الجمعية، يبقى انت هتحط 40 جنيه وتعرف تقدر انا هعرف ولا لا. يبقى انت عارف حسابك. طب انا ممكن اخش ب3 افراد. طبعا انت مش هتروح تقول للناس انا خشيت بالاولاني والتاني والتالت، لا انت هتقول لهم متاح جمعية كل 10 أيام هتتقبض، هتخلص في 3 شهور. تمام. بالظبط 3 شهور مثلا 10 أيام. هتاخد كل فرد 2000 جنيه. اللي عايز يخش بنفر، اللي عايز يخش باتنين، براحته. انت مثلا او انت تقدري تعملي الجمعيه دي في البيت مع عيالك، مع جيرانك اللي انت واثقه فيهم. ما انت ما تخشيش اي جمعيه وخلاص. تمام. يبقى انا كده زي ما انت شايف كده انا عملت، جبت الكراسه بتاعتي الجميله، قسمتها. تمام. اول حاجه كده اول مربع او اول خانه بكتبها، يعني خليها واسعه شويه كده عشان اكتب فيها الاسم. طبعا بدل الاول والثاني والثالث والرابع اللي انا كاتباهم دولت، لا انت تكتب الاسماء. تمام. الخانه اللي بعدها هينكتب بقى الايام. تمام كده. طيب لو انا استطاعتي ادفع 60 جنيه في اليوم، ادفعهم وخد ال3 الانفار الاولانيين. طب مش استطاعتي، خليني في النفر الاولاني او في نفرين، ادفع 20 جنيه في اليوم. حلو كده. طيب هل انا بقى عشان انا ماسك الجمعيه ما ادفعش؟ لا، ده انت يا باشا لازم تدفع. ليه؟ علشان اخر ال10 أيام تاخد الجمعيه كامله. مش تاخد مثلا لا ده انا ما دفعتش اخد 1400 و1600، لا. تمام. وبرضو تكون انا واثق في نفسي ان انا مثلا هقدر اجيب ال20 جنيه دي في اليوم. دي بالنسبه لست البيت، انما بالنسبه للراجل يا باشا انت تقدر تخش ب4 انفار وب5 انفار كمان. ماشي. يعني مثلا بدل ما تدفع 20 جنيه ادفع 100 في اليوم. هتقبض كام في خلال 3 شهور؟ والله العظيم هتبص تلاقي ال100 جنيه دول بينصرفوا على القهوة، بينصرفوا سجاير، بينصرفوا أي حاجة هايفة. خلاص. مش عايز تدفع ال100 جنيه مثلا ادخل بتاع دوت ب60، 3 أفراد ادخل ب40 جنيه في اليوم بفردين. تمام. بس
كونك ماسك الجمعية، خد ال3 افراد ورا بعض في خلال شهر هيكون لو دخلت ب3 افراد هيكون معاك 6000 جنيه. يعني ال2000 تاخدهم تحطهم في حصالة، 2000 تاخدهم لو انت مش مستعجل للعيد، انا بتكلم بقى في العادي، تحطهم في حصالة، هيبقى معايا كام؟ 6000 جنيه. بالنسبة للشاب مثلا اروح اجيب بيها سبيكة دهب اخليهم ان شاء الله لما اخطب. تمام. بالنسبة لست البيت اروح اجيب لي بهم حاجة صغيرة كده دهب برضو، لو انت مش مستعجل على الفلوس. طب انا مستعجل على عيد، هاخد ال2000 جنيه الاولانيين ده بالنسبة للراجل اللي هو رب الاسرة. ال2000 جنيه الاولانيين دمت اروح اجيب بيهم لحمة للعيد. حلو. مثلا اجيب بيهم اي حاجة للعيد. طيب احنا لو شفنا احنا اهوت النفر الاولاني والتاني والتالت كل يوم 20، في الاخر خالص اخر الجمعية هنقبض ال2000 دولت، والله العظيم هتبص تلاقيهم عدوا عليكم مصاريف. يعني الفلوس عدت عليكم مصاريف، مش هتحس بال20 جنيه اللي طلعت. انت ممكن تضيعها في اي حاجة. هي ممكن الست اللي مثلا ايه تكون مظبطة حالها على 2000 جنيه طبعا احنا متفقين ان احنا نعمل حصالة. لا، لو هتعملي الجمعية تمام مشيها مثلا لو عيالك يقدروا يدخلوا ان شاء الله كلهم يتجمعوا في نفر، اخواتك، مامتك. واوعي اوعي اوعي انت كست بيت تدخلي حد انت مش عارفاه في جمعية. ليه؟ لانه ممكن يغدر بيكي. تمام. طيب الفلوس بقى ديت هنعمل بهم ايه؟ نجيبوا لحمة للعيد، او نكمل ونجيب ضحية. اكيد انت معاك فلوس تكمل على ونجيب ضحية ان شاء الله حاجة صغيرة قوي. طيب نجيب ملابس، نجيب حلويات للعيد وشوية فاكهة ومش عارفة ايه ونروق على العيال. يعني انت متخيل؟ اعملها مصروف للعيد، وكل يوم مش هتحس بالفلوس اللي طالعة نهائي. ساعات احنا فلوس كتير جدا بتتصرف مننا والله العظيم على الفاضي يا جماعة، والله العظيم على الفاضي. يبقى انا دي جمعية نسميها جمعية الانقاذ الصغيرة. لان لاحظوا انا ان شاء الله في الفيديوهات جاية تعالوا بس اشربوا الاول معايا شاي. الفيديوهات الجاية هقول لكم على جمعيات كبيرة تعملوها، بس دي جمعيات تعمل بها مشروع، مش هتبقى ب20 جنيه بقى، يعني هتبقى جمعية كبيرة هقولك مشيها ازاي. وفي ناس انا عارفة ان هما بيصرفوا من الجمعية على الجمعية، بس ده شغل كده ايه ممكن يربكك. تمام. في جمعيات بتتعمل ب50,000 وب100,000 والكلام ده كله. خلاص، لو انتوا عايزين قولوا لي في الكومنتات ايه قولوا لنا على جمعية كبيرة وهنمشوها ازاي عشان نعمل مشروع. انا كمثلا شاب صغير اشتغل اي شغلانة، الشغل مش عيب، العيب انك تكون عواطلي. تمام. الشغل مش عيب، العيب ان انت تروح بفلوسك تشتري، انت عارف تشتري ايه كويس، وتفني صحتك على الفاضي. طيب انت لو ما اشتغلتش في عز عين شبابك وعملت فلوس والله ما هتعمل فلوس طول عمرك. خلي مخك شغال، اعرف اجيب القرش ازاي. زي ما انتوا شايفين اهوت هيبقى معاك في خلال 10 ايام 2000 جنيه من الهوا. ممكن معاك في خلال شهر واحد 6000 جنيه. الفلوس اللي بروح اصرفها في الحيافات وفي السايبر وفي مش عارفه ايه، اعمل جمعيه مع امي، اقول لها مثلا مع اخواتي مع اخويا، اقول انا عايزه اعمل جمعيه. ما تدخلش اصحابك فيها انت كشاب. ليه؟ لانه ممكن يغدروا بيك ما يدفعوش الفلوس الجمعيه. شفت؟ لما يكون صديقك المقرب اللي انت عارفه وعارف اهله وعارف ناسه وبينكم معرفه شخصيه. الا الجمعيات يا جماعه، الا الجمعيات. طبعا انا اتمنى اكون افدتكم بشيء، واتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده. وطبعا اللايك مش هيتعبكم في حاجه، اعملوا لايك، اشتركوا في القناه. احنا بنفيد بعض. انا نفسي عيلتنا تكبر، انا بتمنى ده والله. يعني عايزه اقول لكم هيفرحني قوي انضمامكم واشتراككم واللايك بتاعكم. وهقول لكم كل عيد وانتم طيبين. ال10 ان شاء الله هتبدا من بكره صيام باذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم كل خير وكل فرح يا رب.